اخر اخبار النادي الاهلي اكسكلوزيف مع ميرو. ما ترجعوش ورايا او ممكن تراجعوا عادي. جماعه عندنا اخبار النهارده بوم. اول خبر معانا انا ممكن اتهزق بسببه دلوقتي لان انا مبسوطه بيه، ده على غير عادتي. الاهلي اتواصل مع الشمالي القطري عشان يضم اكرم توفيق، والشمالي القطري رد قال لك انت ممكن تديني محمد علي بن رمضان وانا اسيب لك اكرم توفيق. فالناس اللي هتشتم وتقول لي انت عايزه اكرم توفيق يرجع بعد كل ده، هو نفسي اعرف حاجه، ايه اللي بعد كل ده؟ هو اكرم توفيق عمل لنا ايه؟ اكرم توفيق ولا هرب ولا ضحك على النادي، ده كان صريح معانا، هو ما عملش اي حاجه زي الناس الثانيه اللي عملت. هو قال لك انا عقدي خلص وعايز كذا، انت مش راضي تديني كذا. على فكره اكرم توفيق كان ساكت الفتره اللي فاتت، ما اتكلمش طول السنين اللي فاتت. واكرم توفيق لما شاف ان النادي الاهلي بيدفع لناس مش من ولاد النادي مبالغ كبيره، قال لك انا اولى، بيتي اولى. على فكره عنده حق، يعني انا واحد ده شايف زيزو من الاخر، وهو اصلا مش اهلاوي يا ربي، ومدفوع له 100 مليون ولا 120 مليون، فانا اولى. واحد طلب 50 مليون اديله، ما هو بيقول لك انا اولى، انا ابن النادي، ده انا بحب النادي وبلعب بروح ومش عارف ايه، انت قلت له لا. فانا مع عوده اكرم توفيق، وعلى فكره انا عارفه انه كده هياخد فلوس اللي عايزها. انا مع عوده اكرم توفيق، سوري يعني عشان اكون صريحه معاكم. الراجل ما غلطش، كان صريح معانا، ولا عمل زي زيزو زي ما عمل مع الزمالك، قعد يلاوع ويلف ويدور، وسوري يعني اسلوب مش احسن حاجه. ما عملش معاه الاسلوب ده. الراجل قال لك انا عادي هيخلص في شهر كذا يوم كذا، انا عايز تجديد وكذا وفلوسي كذا. انت قلت له لا، فقلت له، فانت رحت قايل له مع السلامه، مشي بكل احترام. فكره انا ما شفتش انه مشي باي مشكله اكرم توفيق. انا مع عوده اكرم توفيق، ومع انه ياخد الفلوس. انا ما ادفعش جنيه زيزو وادفع لاكرم توفيق، يعني والله العظيم انا ما بحب الزيزو ومش هحب زيزو خالص. تاني خبر معانا، خش عليها بالصفقات بقى اللي انا اصلا بيجيلي بنك اتاك منها. الاهلي بيفكر في ضم فيستون مايلي. حي الجمهور معايا. والله ما بقتش عارفه فيستون مايلي هينفعنا ولا مش هينفعنا. احنا جبنا ناس كتير قبل كده ومحدش فيهم نفعنا، وجات لي عقده، ما بقتش عندي شغف الصفقات. كنت الاول بطلع لكم صفقات 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 وعندي شغف، عشان عندي الشغف ده والله بقيت اخاف من الصفقات، بتحس انها هتيجي علينا بشوق مش عارفه ليه. وهي عايز يضم واحد اسمه محمد لامين رمضان. بصوا محمد لامين رمضان مهاجم واقطاي كمان اللي هو من انبي. انا اصلا مش متفائله من اقطاي، حط عليه علامه استفهام وارجع لي بعد ما السيزون يبدا ويرجع وحش، علم عليها والله العظيم مش متفائله. الاخبار بقى نوعا ما اللي مش احسن حاجه، احنا لبسنا في احمد عيد. احمد عيد بتاع المصري البورسعيدي كنا هنموت عليه عارفين، والله ابغاه بشده. جبناه، كان فضل 6 شهور في المصري خد مننا فلوس، واحنا عملنا له عقد واتسرعنا وعملنا له عقد. ايه اللي حصل؟ طلع يعني سوري يعني مقلب. دلوقتي بيقول للمصري خده، قال لك وانا مالي، وانت اللي خدته وتصممت قوي ومسكت فيا وقلت لي عايزه. احنا لبسنا في احمد عيد يا جماعه. طبعا من ضمن الصفقات الفاشله بتاعتنا احمد عيد، صفقه فاشله والله العظيم، واللي عايز يقول غير كده يبقى سوري مش متابع. يعني صفقه فاشله معانا ما تنفعش بربع جنيه، وهنضم لجائمه الخسائر اللي احنا بنخسرها فلوس. في خبر مفرح بقى، انا بديكوا خبر حلو وخبر وحش. خبر حلو يعني عشان تعرفوا انا بنوع، كنت الاول بديكوا بصدمكوا بالحلو، بعد كده اصدمكوا كله بالوحش، بتنوع لكم واحد هنا وواحد هنا. والله العظيم بتنوع عشان نفسي بتصدم. الخبر اللطيف نوعا ما ان احمد رضا اعارته خلصت مع البنك الاهلي، فرجع لنا. سوري كانت هتقع، انا خفت والله العظيم احسن كان كل ده هيتعاد من الاول. احمد رضا البنك الاهلي خلاص قال لك العرض بتاعته خلص. انا هنكت مش عارفه ليه، انا عطلت. العرض بتاعته خلصت والله العظيم. انا بصيت عشان اشوف انا وصلت عند مين. احمد رضا عرضته خلصت. طبعا انا شايفاها هيبقى كويس قوي لينا. ليه؟ لان هو اصلا بديل مروان عطيه، فدي حاجه كويسه، دي شيء مفرح يعني لطيف. غير كده بقى احنا مالناش اخبار تاني والله العظيم مالينا. بقول لكم حاجه، انا بقيتش عايزه يبقى لينا، يعني انا حاسه بقيت فاقده الشغف على فكره ما بقيتش عايزه اسمع صفقات، انا بقيت بخاف من الصفقات. في حد اهلاوي صحفي طلع من ضمن الاخبار، طلع بيقول ايه، احنا محتاجين نجيب مهاجم اجنبي قوي، ومحتاجين نجيب. يا جماعه ما احنا عارفين ده، يا جماعه بجد انا ما بقيتش عايزه اسمع اي كلام وخلاص. انا محتاجه. وبعدين عايزه افهم، انا فكره انا في حاجه شماها كده مش عجباني، هو ليه النادي الاهلي كل شويه عايز يفكر يجيب ومش بيفكر يفور من اللي عنده؟ يعني انا في ناس انا مش عايزاها، يعني زيزو ده انا مش عايزه اشوف وشه تاني والله العظيم. ايه النظام بقى؟ ايه النظام؟
ايه يا حجازي ما قطعتش نفسك عليا، هنفضل في الوكسه دي لغايه امتى؟ يا جماعه خلاص اخبار اهلي خلصت وانا نفسي خلصت واتخنقت، يعني بقيت مخنوقه والله الفتره دي من اهلي. انا محتاجه اشوف حاجات جديده حلوه تفرحني، محتاجه افرح يعني. الاهلي مبقاش سنه كامله نكد، عايزه افرح.